اهلا بيكم حبايبي، فيديو جديد. ازيكم؟ عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا فيديو جديد هنعمل مع بعض بايركس السمك البياض بالخضار في الفرن، ومعانا كمان الرز البني. وصفتين سهلين جدا جدا. اتمنى تكملي الفيديو معايا للنهايه عشان تعرفي عملناهم مع بعض ازاي. يلا بينا على طول على الطريقه. عندي اول حاجه جبت السمك البياض، طبعا غسلته ونضفته كويس، حطيته في محلول النقع عباره عن ميه وملح ودقيق. ما بحطش عليه خل علشان الخل بيهري السمك. نضفته، فتحت بطنه وقطعته قطع بالشكل ده. تعالوا نعمل بقى التتبيله اللي هنحطها على السمك. عندي اول حاجه بصلايه، يعني انا لقيت البصلايه كبيره فانا هاخد بس نصها كفايه. هحط عندي كمان حوالي 4 فصوص او 5 فصوص من الثوم، لان السمك بيحب الثوم كتير. هجيب عندي كمان طماطم واحدة. هجيب عندي كمان واحدة فلفل رومي. هقطع الفلفل بالشكل دوت. عندي كمان خضرة، اي نوع خضرة بقى متوفرة عندك، بقدونس، كزبرة، زي ما انتي تحبي والمتوفر عندك. بعد كده هحط عندي الملح. نحط بقى طبعا ملح، يعني السمك بيحب الملح يكون بزيادة شوية. وبعدين هحط عندي فلفل اسود. عندي كمان بابريكا، يعني حوالي كل حاجة نص معلقة صغيرة كده. كمان هحط عندي كزبرة ناشفة. كمان كمون، كتري برضو من الكمون علشان اساس تتبيلة السمك هو الثوم والكمون. عندي معلقة كبيرة من الصلصة. وبعدين هبدأ احط عندي شوية من الزيت. هحط كمان معلقة كبيرة من المستردة، والمستردة اختياري، يعني لو مش متوفرة ممكن تستغني عنها تماما، ولكن هي بتدي تست حلو في تتبيلة السمك. كمان عندي هنا دبس الرمان، وده برضو اختياري لو متوفر. مش متوفر ممكن تستخدميه بمعلقة عسل. كمان هحط عندي هريسة الشطة، دي كنا عملناها في القناة قبل كده، ولو متوفرة. لو مش متوفرة تقدري تستبدليها بقرن شطة حامي، او تقدري تستبدليها بالشطة البودر، يعني حسب المتوفر عندك. ده لو حابة السمك يكون سبايسي معاكي. مش حابة سبايسي ممكن تستغني خالص عن الخطوة دي. نبدأ بقى. هحط كمان عندي كمان الخل. نقفل بقى ونبدأ ان احنا نضرب المكونات دي كلها مع بعضها كويس. انا عايزاها تكون ناعمة خالص. ليه ناعمة؟ علشان السمك يشرب من التتبيلة اكبر قدر ممكن. اهو شايفين. هنزل بقى على السمك. طبعا ريحة البهارات كل ما بتكتري فيه الثوم والكزبرة الناشفة والكمون، ريحة البهارات والخلطة بتبقى طالعة في منتهى الجمال. هبدأ بقى اضرب، يعني هبدأ اخلط كل الحاجات دي مع بعضها. طبعا بالمعلقة ما ينفعش عشان مهريش السمك، فهبدأ ان انا استخدم ايدي واحط كده في كل قطعة سمك احط شوية من التتبيلة.
تعالوا بقى نعمل شوية الرز اللي هنعملهم قبل ما السمك نشتغل فيه على بال ما يتبل. جبت عندي حلة على النار، نزلت عندي بشوية زيت، عندي مكعب من المرقة. احنا هنعمل رز بني اللي هو بالبصلة البني المحروق. حطيت شوية ملح، هنزل كمان بفلفل اسود، وبعدين هحط عندي كمان شوية من الكمون. هبدأ بقى اقلب البهارات ديت والمكعب يدوب معايا كويس. عايزة المكعب يدوب معايا كويس، ودايما بقول اتأكدي من تدويب المكعب، لانه لما ما بيدوبش بيخش مع الرز وبيبدأ يعمل تكتلات ما بتبقاش كويس. نزلت عندي ببصلاية كبيرة مفرومة ناعم. البصلة بقى عايزة اديها اللون البني، فشايفين هي بتبدأ انها تغمقي معايا شوية بشوية. لسه اللون ده برضو عايزاها اغمق من كده اهو، كمان اكتر. شايفين هو ده اللون اللي انا عايزاه. خلاص لما توصل للمرحلة دي بقى بنزل عندي بشوية من المية السخنة، علشان عايزة كمان المية تطلع الطعم بتاع البصل اللي هو السكر اللي بيبقى موجود جوه البصل يطلع في المية دي، وكمان المية تبدأ تتصبغ باللون البني. بعد كده هنزل عندي بكوبايتين من الرز البسمتي، وده رز بسمتي. تقدري انك انتي تستغني عن رز بسمتي وتستعملي رز مصري، مفيش مشكلة. بدل ما تعملي كوبايتين من الرز البسمتي هنعمل كوبايتين من الرز المصري. طبعا انا مقدار المية قليل، فانا هبدا ان انا ازود عندي مقدار الميه. طيب بالنسبه لمقدار الميه قد ايه؟ لو انا بعمل رز بسمتي الكوبايه بتاعه الرز بسمتي قصادها كوبايتين من الميه، لكن لو كوبايه رز مصري قدامها كوبايه من الميه. الميه تكون سخنه. خلاص هسيبها بقى شويه لحد ما تبدا تشرب الميه دي. طبعا النار عاليه في البدايه، وبعدين بوطي النار اول ما تبدا الرز يتشرب الميه اهو. شايفين بالشكل ده. خلاص هو لسه طبعا ما نشفش خالص، بس بقولك ان شايفين درجة اللون بتاعة الرز بدأت بقى تاخد اللون البني. تعالوا بقى نركنه كده على عين منخفضة شوية ونبدأ نشتغل في الخلطة الخضار بتاعة السمك. جبت عندي ووك على النار، هبدأ انزل على طول بشوية زيت، وبعدين هبدأ ان انا انزل عندي بيه بصلاية كبيرة مفرومة ناعم. طيب الاول انا حبيت اوريكي كيس الخضار. كيس الخضار ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن كوسة وبطاطس وجزر. انا مفرزاه في الفريزر بالشكل ده، بس انا ما عجبتنيش الكوسة بصراحة. يعني لما انا فرزت الكوسة لقيت انها ما عجبتنيش زي الكوسة لما تبقى فريش. فممكن تفرزي لو عجباكي فكره انك تفرزي الخضار بالشكل دوت، ممكن البطاطس والجزر، لكن الكوسه معلش لانها بتبقى زي ميميه كده شويه. غير كده كمان انها بتبدا تعض شويه وتبقى يعني مش زي الكوسه لما تبقي لسه عاملاها وصبحه. وبعدين ما فيش حاجه تستدعي ان احنا نفرز الكوسه، يعني الكوسه موجوده معانا طول السنه، ولكن انا حبيت اجربها واشوف طعمها ايه، لكن ما عجبتنيش التجربه بتاعت الكوسه. لكن البطاطس والجزر حلوين جدا. نزلت عندي بقى بالبصل، وبعدين نزلت عندي بالخضار زي ما احنا شايفين بالشكل ده. هبدأ ابشر كده فصين 3 من الثوم، وهرجع اقلب شوية. عايزة الثوم بس يطلع الريحة بتاعته كده مع الخضار. انا بس بدي تشويحه للخضار ليه؟ عايزاه يخش في التسويه، لان طبعا تسويه الخضار غير تسويه السمك. السمك ما بياخدش وقت في التسويه، فبالتالي انا عايزه اتاكد ان الخضار مستوي. حطيت ملح، هحط كمان فلفل اسود، رشه كده من الفلفل الاسود، وهحط كمان رشه من الكمون. يعني الخضار انا بديله نص تسويه عشان بيكمل التسويه بتاعته بعد كده مع السمك. حطيت بعد كده بابريكا،
يعني كل حاجة رشة كده او نص معلقة صغيرة. عندي كمان كركم، وحسب المتوفر عندك، يعني البهارات المتوفرة عندك استخدميها. نقلب بقى الخضار كده مع البصلة والثومة والبهارات. انا مش هحط اي سوائل ولا ميه ولا اي حاجه، هي بصوا بتنزل ميتها لوحدها، وبقولك انها تبدا تخش في التسويه نص تسويه. تعالوا نشوف بقى الرز اخباره ايه. نفتح كده. خلاص، هو الرز في الوقت ده كان يعتبر استوى اهو، شايفين قد ايه هو مفلفل معانا، الرزايه برزايتها يا جماعه. ده بسبب ايه؟ مقدار الميه المظبوط. يلا نغطي عليها ونبدا نكمل السمك بتاعنا اهو. ادي الخضار اهو استوى. تعالوا نعمل بقى الصلصه. جبت عندي حله على النار، هحط عندي شويه زيت، وبعدين بنزل عندي بيه بصلايه مفرومه ناعم، بصلايه وسط يعني. اول ما البصلايه بس تبدا تبقى لونها شفاف كده، ما بديهاش لون عشان الحاجات دي لما بتاخد لون بتمرر، سواء هي او التوم. نزلت عندي هنا ب3 فصوص او 4 فصوص من التوم. التوم بس برضو يطلع الريحه بتاعته. هنزل بمكعب من المرقه، وبعدين هحط شويه ملح. عندي كمان فلفل اسود، شوية برضو من الكمون. يعني انا بفضل دايما يكون استخدامي وانا بعمل السمك، سواء بعمل رز او بعمل سمك او بعمل الخلطة بتاعة السمك، نستخدم فيها الكمون بكثرة شوية. خلاص دوبنا المكعب، البهارات طلعت الريحة بتاعتها. هنزل على طول بمعلقتين كبار من الصلصة. هشوح الصلصة كويس لحد ما تبدأ تتسبك كده وتطلع الريحة بتاعتها. خلاص، اول ما بدأت تتسبك بالشكل دوت، حاجتين اتنين لازم انزل بيهم في وقت واحد: الخل والسكر. الخل والسكر ليه؟ عشان الحموضة بتاعت الصلصة. هقلب، وبعدين هنزل عندي بيه الطماطم حسب ما متوفر عندك. انا الطماطم عندي كنت مفرزاها، لو متوفر طماطم فريش زي ما انت عايزه. هسيبها بقى لحد ما تتسبك، مش تسبيك كامل، هوريكي هتوصل لمرحلة ايه. تعالوا نفتح كده. شايفين هي الصلصة تعتبر ما سبكتش، مجرد فكت بس. انا عايزاها سايلة بالشكل ده لان انا هدخلها بعد كده على الطاجن، فهتكمل التسوية بتاعتها، وهي دي اللي هتسويلي السمك وهتسويلي الخضار في الفرن. تعالوا بقى نفتح كده على السمك بعد ما اتبل. ننزل بيه الخضار، كمية الخضار كلها. هقلب الخضار مع السمك. شايفين بقولك هي تعتبر مستوية بس مش مستوية سوا كامل، يعني بمسك بايديا كده القطعة الاقيها ايه بتستوي، يعني بتقطع معايا بس مش مستوية. نجيب بقى البايركس، شوية زيت، ننزل بالخليط بتاعنا كله. نسوي بقى البايركس بتاعنا، نخلي كده السمك على الوش عشان برضو يبقى باين. ننظم كده الشكل برضو. هنزل على طول بيه الصلصة، الصلصة بقى بالخل والثوم. نزل كل كمية الطماطم
اهو بالشكل دوت. بعد كده هجيب بس ليمونة هقطعها لشرايح، نحط بقى كده الليمون على وش السمك من فوق، وبعدين هحط عندي شوية من الزيت. يعني برضو الشكل الجمالي النهائي ده بيفرق طبعا في الطعم وفي الاكل وفي كل حاجة. هندخلها الفرن، بس قبل ما ادخلها الفرن هغطيها ورقة زبدة، هقفل بيها كده على الطاجن بتاعنا، كمان ورقة ألمونيا. طبعا في الوقت ده انا مشغلة الفرن علشان ما ياخدش وقت على بال ما يبدأ يسخن. انا مشغلة الفرن درجة حرارة 200، هيقعد بالظبط 20 دقيقة في الفرن، واخر 5 دقايق هشغل عليه الشواية من فوق. تعالوا بقى نوريكم شكل الاكل بعد ما طلعناه. ادي الرز بعد ما غرفناه، وادي صينية السمك. وصفتين سهلين جدا جدا. اتمنى ان الفيديو يعجبكم، اتمنى انك تجربيهم، ولو ليكي اي اسئلة او تعليق اكتبيها لي على قناتي نانا تشانل، واشوفكم في فيديوهات تانية ان شاء الله على خير.